السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. كل مرة نستكشف لكم شيخ جديد مع تجربة شخص آخر في برنامج الحجرة. طبعا هنا جونجو ما جونجو بروماكس، كل مرة نجيب لكم هنا ده كله جونجو. طبعا الليلة معنا أخونا البامبقلات، يعني أخونا غني عن التعريف، يعني قال لك أخو الأخوان دار تجي باريس، جيت لا شابيل، جيت أي محل شفتها للبامبقلات عملت له رسالة بيجيك في محلك. والله العظيم عرفته. والله من أكثر المواقف اللي حصل معنا لما كنا جداد جايين صواريخ جديد، البامبقلات أودنا من يعني من أوائل الناس كده. يعني البامبا جانا هناك هذول كان في الحديقة الصغيرة. طبعا الناس كلها عارفين الحديقة الصغيرة بتاعت لا شابيل عرفتها. للآن الموقف ده كان بنساه. يعني إنسان والله أخو أخوانه زول قلبه نظيف، قال لك الأخوة الصح أخو الأخوان. والله البامبقلات أنا بشكر قدامكم كده عشان ما تقولوا كده أي كلام يا شباب يا جيش عرفتوا. طبعا أخونا البامبا أخونا ياباني. طبعا دي شهادة جميلة منك، وقال لك الإنسان الطيب بشوفك جنبه جد طيبين، وأنت ذاتك زول ساهمت هنا يعني في الوحدة بتاعت الأخوان وما قصرت. ونتمنى لك يعني عمل موفق كده إن شاء الله ومزيد من التقدم والازدهار. ودي حاجة جميلة يعني كونه نلقى زول مثلك كده ياباني بقدم حاجات جميلة للجيل بتاعنا القايم ده بتفيدنا في المجتمع كمان. ومشكور أنت، وأنت زول أخو أخوان وما قصرت، ولو ما لقيتنا تلقى ياباني باريس حبيبي والله. طبعا يا شباب انت طبعا مو جنجاي البامبا، طبعا اي ذول جنجاي عنده مواقف حصلت له في الحجره عنده كده. يعني هذا يا البامبا نزلك اكثر موقف حصل لك في الحجره، اكثر موقف انه حصل لك انك ولم تنساه، يعني انه كان في المعاناه بتاعك في طريقك يعني مؤثر كده، مؤثره انك وطريقك الى اوروبا، يعني الى وجه الواجهه الاوروبيه. يعني انه معروف الطريق صعب جدا جدا يعني لاوروبا. وانت قضيت الطريق ده كيف يا اخي؟ في لنا يا ياباني هي المواقف كثيره كثيره لا تعد ولا تحصى، من مصر لليبيا لاوروبا. لكن مواقف لمواقف تختلف. يعني احنا نذكر لكم الاشد غزوه اللي هي كان في ليبيا في مكان اسمه الشويرب، معسكر الشويرب. يا سلام. ده اكبر تجمع طبعا، بيجيب ناس كده من الصحراء الكبرى، من مصر، من تشاد، بنتجمع في محل كده كبير. ومن الرحله المؤلمه كنا نحن جايين من طبرق وجايين كنا كويسين، يعني رحلتنا في كم ايام وصلنا الشويرب. جو زي 4 ولا 5 لاند كروزر عربات مشحونه بسودانيين، صوماليين، اثيوبيين، اريتريين، وحالتهم كان سيئه جدا. يعني ده اول موقف كده انا اشوفه موقف قاسي ولجنقه. وعرفت يعني الغربه دي انه في ناس بتضحي بحياتها عشان تصل لمستقبل افضل. انه كان جابوا الاريتريين دول بالصحراء الكبرى تعبانين، يعني فيهم المتوفي وفيهم الحالته سيئه لدرجه كنا بنشيلهم 2 3 يعني ناس فيهم روح بس. يا هو اللي بيقوا يرشون بالمويه كده وقالوا ما يشربوا مويه، ناس اجسامها ناتفه. دي من اصعب المواقف القابلني يعني في الشويرب كان. والمواقف كثيره، لكن مواقف بتاعت اوروبا دي يعني هي شويه دي مواقف الانسان مدرب لها للحياه. وما في انسان هنا بعزيك يعني الا لو مثلا تلقى ظروف الحياه اللي انت ما بتقدر شنو ترتبها دي. ده بالنسبه لاوروبا. ايوه كان نسيت لاوروبا. يعني انت كجنجاوي كده يعني ما تتاثر بالحياه الواقع الاوروبي انه تلقاه يعني. ايوه انت وصلت لاوروبا هنا يعني تحاول تعيش حياتك زي السودان، وتحاول تعمل لك فرض للتواصل. البلد دي ما معروفه، يعني حسي في ناس هنا بتموت في الغرف ما في زول بعرفها. في ناس هنا حتى السياسه بتاعت الاوروبيين سياسه بتاعت تفرقه. يعني لو جيتوا مجموعه اخوان يمكن يدوا ده اغامه، ده يدوا رفض، ده يطردوا من الشارع. انت لو بقيت قلبك ضعيف بتشوف اخوك ده مثلا عنده اغامه وشغال وتقول انا ليه والاهل بحركوها ليه من هناك، تضعف نفسيا. ده بيجيب لك نفسيات. نصيحتي للشباب هنا في اوروبا الناس تخلي ايمانها بربنا قوي، وتمارس الرياضه والشغل، ويكون عندها ركوز للزمن، ويتواصل مع الاخوان للظروف لا قدر الله حصل لك شيء. يعني اوروبا ما فيها الضغوطات اللي لما تستاهل زول جينا على هذاك صراحه راحه. حبيبي والله يا البامبا. وتجربتك كيف في فرنسا كده؟ يعني التجربه كده يعني ونصيحتك شنو كل الشباب؟ يعني التجربه كيف بالضبط؟ والله فرنسا بلد اول شيء جميله جدا. يعني بلد في 2025 ادت اكثر من 25,000 سوداني ده اخذوا غرامات. والحاجه اللي عجبتني في فرنسا يعني هنا بلد بتديك الحريه بتاعت لو عندك موهبه بتاعت الرياضه بتمشي يعني تمارسها، ملاكمه، كوره، عندك محتويات، بدوك الفرصه، بدوك الاقامه وبدوك البيت. يلا انت تمشي تفتش بعد ده شغلك ومستقبلك. ده الحاجه ما زي مثلا بريطانيا وباقي الدول بضغطوك وامشي مدرسه وتعال في ضغط. يلا فرنسا هنا ما في زول يعني زقلك زي امك وابوك. هنا تلقى ام وابو لنفسك وصديق لنفسك، وانت تدي نفسك الطاقه الايجابيه للشغل. بتقدم لك لكن انت بس ايوه يعني هي بتقدم لك وانت تعمل عليك. الفرنسيين يدوك الاقامه ويدوك السكن، ما تنوم لهم ساي وما تنوم لهم ساي. والصراحه هنا الاشغال بتاعتهم كلها دايره اشغال فيها شنو باور، ودايره تشغل عقلك. انت ما داير شغل متعب عليك بالتعليم،
داير الشغل السري سري وما عندك زمن للتعليم، عليك تعمل صحتك تمام، تتمرن انت تشوف اشغالك. دي هنا فرنسا، دي الحياة العامة يعني. وباقي البلدان برضو ما كعبة بالنسبة للإنجليز وللدول دي. هي زول يعني هو بكون شنو عنده طموحات دار يعملها وعنده أشياء دار يعملها، وبلد بكون هو فيها مرتاح نفسيا. فهمت؟ حبيبي والله البامبكلات وتاني. يعني. وعندك كلمة تانية أخيرة للجنجو ونصيحتك كده، أنا شايفة كده للجنجو أكتر حاجة قاعدين فيها غلط أو كده، أنت أكتر حاجة شايف للجنجو كده نصيحتك لهم شنو؟ والله الجنجو الجيل الحسي ده جيل ما شاء الله يعني، جيل كله واو، جيل مفتح وجيل واكب الميديا دي يعني. هم ما محتاجين توعية كثير وكده، لكن هنا بس يبعدوا من السلبيات اللي هي الحاجات اللي بتودي السجون زي النساء البنات الغاصرات. بتقدر تعمل ما هنا علاقة زي ما تشوف حجمها، لازم تشوف الكرد وبطاقتها. أنا قبل اليوم قمت جاري عديل من كلام البنات ده. سيج تعديل بنت صغيرة يا زول جات فتحت موضوع بتاع سجاير، قلت لها ما عندي. شبكتني بعد شوية أنا ساكنة هنا وأنت ما عندك كوبين، قلت لها داير أمشي تسير، قمت جاري. أنا ما داير مشاكل زي دي وما داير ربط وما داير سجون. دي هنا الحياة اللي بتودي الناس هاي. وانت زول برضه ما بتاع دماغات من السودان، ما تحاول هنا تخش بكله ودار تعمل فيها معلم. دي حاجات ما فيها رجاله ولا حاجات بترمز ان انت انسان مفتح. دي حاجات بتدمر مستقبلك، الدروك والنساء. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا. حسيت باكتئاب طوالي، راجع شنو علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، لانه الحالات بتاعت النفسيات والاكتئاب هنا ياباني بقت كثيره جدا. وربنا يحفظ اخواننا ويحفظكم كلكم، واخونا ياباني كمان مزيد من التقدم والازدهار. وان شاء الله نسهر معك في حلقات تانية وبتنوعات كثيره، وان شاء الله بمسلسلات كمان في رمضان عنوانها ياباني. الرحله حول اليابان ضروري. ايوه هاي تحكي لكم عن الواقع بتاع الجنجو والواقع الحاصل هنا بالنسبه لاوروبا، والنوم بتاع الشوارع والظروف والرفض والمآسي والناس القلوبهم قاسيه، كله هتشوفوه في المسلسل ده اللي قدام ان شاء الله. والله ده اطلال خفيف من اخونا البامبكلات، ونصيحه خفيفه جدا من اخونا البامبا. طبعا الانسان لو قال بيتكلم اصلا كلام ما بينتهي، عرفت يا شباب، لكن دي حاجه خفيفه وتجربه خفيفه من اخونا البامبكلات، اخو الاخوان الاخوه النظيفه جد جد. اخوي والله نقول لك كل الحب والاحترام، وشاكر لك كثير جدا ليه الاستضافه الجميله. مشكور كمان وتشرفنا بيك والله يا ياباني. شرف اني اكون معك. وده شرف لينا كمان نكون في صفحتك، ويلكم اني تايم ياباني والاخوه النظيفه يا جماعه. ساري ابقوا كتار يا جيش اتعلمني من التيك توك من اخونا البامبكلات يعني. ده القاعدين ياباني يا جماعه، ده القيادي هسي بتاعنا هنا في باريس. يبقوا كتار وده. طبعا يا شباب ان شاء الله نلتقيكم مع شخص ثاني، مع تجربه شخص اخر. جنجو انا طبعا ما فينا جنجو الا ما في جنجاي بروماكس، كلنا جنجو معانا وكده، طموحات للاهل وتضحيه يعني كده الشباب. ايوه الناس تفدي انفسها لحالها. ايوه دي الغربه، وابقى الصمود ابقى قوي. تسلم يا شباب، تشاو.